فلوق اليوم باش نصور مدينتي بفورتسايم. فورتسايم تعرف بمدينة الذهب. المدينة هذه سكنت فيها أول ما جيت لألمانيا وتو رجعت نسكن فيها. في فلوق اليوم زاد باش نعطيكم بعض النصائح يمكن تعاونكم يعني في السكنة في ألمانيا. أما شباب بالرسمي بلاصة تستاهل، بالرسمي تستاهل. متوقعتش أن فورتسايم ثم بلاصة كما هيك. على فكرة شباب المدن في ألمانيا نوعا ما يشبهوا لبعضهم. شباب بالله شوفوا ياسين جايب كتاب وفي الاخر حل فيديوهات يوتيوب. هادي برقها ما قراش قدام الكاميرا. الصراحة ما نكذبش عليكم، المدينة دي ما نحبهاش. تصوروا شباب كنت نسكن حذا الهوخشولة بعيدة يسمى على محطة القطارات هني. كل صباح لازم نوض بكري على الاخر نمشي لمحطة القطار، حكاية معنا 20 دقيقة من البلاصة اللي نسكن فيها هني. نجيب الكار وبعد نمشي لشتوتغارت خاطر مدرسة اللغة كانت في شتوتغارت. المسافة من الدار لمدرسة اللغة تشد لحكاية ساعة ونصف وكل يوم. وتصوروا لازم نكون 8 في شتوتغارت، وزي ما كان سكنت فيه لخارج المدينة شوية تنجموا تقولوا. وحتى كان نحب نهبط المدينة لازم نحكي نصيف ساعة معناها. وبعد جت يسمى فترة الكورونا كلي عشت معنا برشا حاجات خايبة هني كلي خلتني ما نحبش المدينة هذه. وزيد شباب المدينة دي بالرسم مملة على الاخر، لكن رجعت وكما تشوفوا يعني قديت غرفة والكل يعني تنستقر هني خاطر لقيت غرفة رخيصة برشا مقارنة معنا بشتوتغارت ولا البلايص الاخرى. مقارنة حتى هني الغرفة تعتبر رخيصة، وزيد جاية في بلاصة باهية، وزيد موقعها الدار تو طيارة على الاخر في سمة نجموا تقولوا في وسط المدينة. كان نحب نمشي الابوتيكي، كان نحب نمشي مثلا الاوسلاند بيهرد، كان نحب نمشي القهاوي، كأي بلاصة يسمى كل شيء قريب. حتى نمشي نقدم مثلا من تركيا ولا نمشي للسال نترينا خاطر رجعت نترينا شباب كل شيء بالرسمي قريب. وزيد بحذا محطة القطار حتى كان نحب نسافر ولا نمشي لشتوتغارت يسمى قريبة. واحسن حاجة بالرسمي ما نستحقش حتى وسيلة نقل خاطر قبل كي عشت في فيرتسبورغ ولا في شتوتغارت ولا في لاينفيلدين كنت نعاني برشا من وسائل نقل. ها وجوها وما جوش، ها كل يوم خلص كار ولا تدير يعني مونات سكارت. واني بالرسمي كاره وسائل النقل هنا. وحتى كي نشري كهرباء بالرسمي ما نستحقهاش معنا في المدينة كنتش يعني الخدمة ولا حاجة. الشباب بعد ما كان الطقس عالم على الاخر وسمي زرقاء وفرحان باش نصوروا فلوق ومدينته والفازة، شوفوا يعني مطر. الشباب في ألمانيا ما عندكم حتى فكرة كيفاش الطقس يتبدل بسرعة رهيبة. عادي جدا تلقوا الشمس وتسميه زرقاء وبعد تولي مطر ولا يصب ثلج. شباب نصيحتين كي تختاروا دار في ألمانيا ديما اختاروا ركزوا على السوم أول حاجة، وزيد ركزوا على الموقع. يعني ساعات مدينة سمحة، مدينة معناها سمحة لكن الموقع الدار يكون خايب تكون مشكلة. يعني مثلا في شتوتغارت نجموا تسكنوا في شتوتغارت لكن باش تمشوا لوسط المدينة تحب لكم يكون ساعة غير ربع ولا ساعة خاطر شتوتغارت كبيرة برشا ووسائل النقل خايبة. وتنجموا يعني تسكنوا في مدينة أخرى مثلا يعني من بلاصتي هذه باش نمشي لشتوتغارت لوسط البلاد حكاية 40 دقيقة يعني نفس الشيء يعني كأني ساكن في شتوتغارت. وخاصة للطلبة ركزوا ديما الدار تكون ديما بحذاكم بلاصة معناها تشتروا منها الحاجات، كان محل يعني تركي ألدي ولا إيديكا ولا ليدل خاطر كان كل مرة تمشوا تشتروا تضربوا لها مخطر. معناها قبل كنت نمشي بالمترو ونجيب حاجات ونكركرهم معناها اللي وليت نبخل حتى باش نمشي نشري. بحذا المنزل متاعي فما بارك مش عادي. تعجبني في ألمانيا في الوقت هذا تحديدا الدنيا كلها تولي خضرة والأشجار هيك تحسها منورة، على عكس الشتي الورق يبدأ كله طايح ويبدأ بالرسم الطقس كئيب. كما تشوفوا بفورتسايم جاية زي في حفرة هيك. هي البلاصة دي عالية وبادن فيرتنبرغ بصفة عامة ولا بفورتسايم جاي هيك كما في حفرة. وسابقا تعرف المدينة هذه بمدينة الذهب خاطر سابقا قالوا فيها كان فيها برشا ذهب، لكن بعد الحرب العالمية الثانية سيئة أنا فرغت. المدينة هذه من أكثر المدن اللي تضررت بسبب الحرب العالمية. على كل شباب إن شاء الله عجبكم الفلوق الصغيرة، وكتبوا لي في التعليقات شو تحبوا معناها في الفيديوهات القادمة في الفلوقات القادمة.